دايما هكرر وأقول إن جواسيس الداخل أخطر 1000 مرة من جواسيس الخارج. الضربة اللي بتيجي في ظهرك من القريب ما بتكونش متوقعة، وبتكون فاكر إن عدوك المعروف بس هو اللي هيضربك. حكايتنا النهاردة عن عملية اسمها الفخ الهندي، الجاسوس الرياضي طارق عبد الرازق. طارق عبد الرازق حسين حسن من مواليد سنة 1973 من حدائق القبة في القاهرة، وكان والده راجل بسيط مكافح واشتغل حارس عقار، يعني أسرته عامة تعتبر أسرة فقيرة. المهم اتعلم طارق عبد الرازق وأخد دبلوم صنايع سنة 1991، وبعد كده اتعلم رياضة الكونغ فو في مراكز شباب اللي كانت ترند ومنتشرة في أفلام الفترة دي. انت عارف بقى أفلام جاكي شان وبروسلي وطبعا يوسف منصور. ولأنه كان متأثر جدا بجو الأكشن ده فتعلم اللعبة بسرعة وبقى شاطر فيها، وبعد كده هدا تفكيره إن يخلي هوايته هي شغلته. ففي سنة 1992 قرر ياخد خطوة إيجابية ويسافر على الصين علشان يشترك في معهد لتعليم الكونغ فو، وبكده يتعلم الرياضة على إيد معلمينها. وبقى كل اللي في دماغه الحلم بقى بالشهرة والفلوس والميداليات. المهم خلص دراسته في الصين ورجع تاني على مصر سنة 1994، واشتغل في نادي رياضي كبير كمدرب محترف للعبة دي. ولكن لأن اللعبة ملهاش شعبية كبيرة في مصر فالدخل المادي كان قليل وما كانش راضي طموحه أبدا. انت لو مكانه هتعمل ايه؟ ابتدى يتنقل بقى من شغلانة لشغلانة ومفيش حاجة ماشية معاه، وبقى عليه ديون قد كده. وفكر وقتها في حل تاني، انه يسافر على الصين مرة تانية ويشتغل مدرب هناك للعبة الكونغ فو. وقال اهو هناك مقدرين الرياضة دي اكتر من اي مكان تاني. ورجع على الصين سنة 2006 واتجوز واحدة صينية، كان طبعا اتعرف عليها في سفريته الاولانية ولكن بشكل مش رسمي، عرفي يعني، لان كانت هي بتشتغل في وظيفة حكومية، وعلى حسب القوانين الصينية الجواز من اجانب ممنوع. ولان ظروفه ما كانتش قد كده فكانت بتصرف عليه، وبصراحة الست ساعدته كتير قوي قوي. ولكن ما كانتش دي المشكلة على فكرة. المشكلة ان طارق كان عايش في خوف مستمر، هل هيرجع تاني على مصر ولا السلطات الصينية هترحله بعد انتهاء تأشيرته، ولا يعمل ايه بالظبط؟ حاول بقى يدور على شغل كتير، اي اعلانات على النت او اي حاجة على السوشيال ميديا، ما فيش خالص. فقال ما بديهاش بقى، انا جربت الحلال ومش ماشي، يبقى نمشي بقى في طريق الحرام وهو الخيانة. بس الموضوع ده جه ازاي؟ اقول لك انا. في عز خوفه من المجهول والإحباط واليأس لقى إعلان بالصدفة على الإنترنت بيقول لو عايز تكسب $1,000,000 ادخل على الرابط ده. المهم دخل على الرابط ولقى الموقع كان تابع للبعدة، ورغم كده دخل عليه باختياره وسجل بياناته كلها بما فيها رقم تليفونه اللي في الصين وبريده الإلكتروني، وكتب رسالة إنه مواطن مصري وعايش في الصين ومحتاج شغل ضروري في أسرع وقت، وإنه متحدث جيد للصينية والإنجليزية كمان. وقال في نفسه اهو نجرب، هنخسر ايه يعني؟ المهم بعد شهرين تقريبا وفي يوليو 2007 جاله اتصال من شخص اسمه جوزيف ديمور، وسأله عن بياناته اللي دخلها في الموقع، وقال له بمنتهى الصراحة والوضوح كده انه ضابط في مخابرات البعدة. طارق طبعا ما صدقش في الاول وافتكروا ايه، قال بيهزر معاه، ولكن الشخص اقنعه بده فعلا وطلب منه يسافر على تايلاند. وسافر فعلا وقعد هناك اسبوعين لغاية ما جوزيف ديمور اتصل بيه تاني وطلب منه يسافر على الهند. ما كانش قدامه اي فرصة تانية انه يرجع في كلامه ده، طبعا من وجهة نظره، لان الفلوس اللي كان سالفها من مراته الصينية خلاص خلصت في الاسبوعين دول. فسافر على الهند وجات له الاوامر انه يروح على سفارة اسرائيل في الهند. ولما راح طارق على السفارة ضابط الموساد جوزيف ديمور ابتدى بقى ايه يستجوبه. سأله طبعا عن ظروفه الاجتماعية والمادية وليه عايز يشتغل مع مخابرات دولة معادية لوطنه. وفي نهاية المقابلة اداله $1,500 وطلب منه يستنى اتصال منه تاني قريب. المهم فات 40 يوم بالتمام والكمال، لا حد سأل فيه خالص ولا حد عبره. وفي اليوم ال41 أخيرا جاله اتصال تاني من جوزيف ديمور وطلب من طارق انه يرجع على تايلاند ويروح على سفارة البعدة هناك. واتعرض هناك على جهاز كشف الكذب وجهاز كشف الكذب بين صدقه انه هيخون بلده علشان الفلوس وبس.
وقتها مخابرات البعدة بلغوه انه هيشتغل معاهم مقابل $800 في الشهر، واي عملية هينجح فيها هيغرقوه في مكافآت كبيرة جدا. وبكل رضا اختار انه يشتغل مع اعداء بلده، وابتدوا تدريب طارق على ايد ضابط تاني اسمه ايدي موشيه. تدريب طبعا مكثف، وتجهيزه للعمل كجاسوس وازاي يجمع المعلومات ويبعتها بشكل سري. وسافر كمان لكمبوديا ولاوس ونيبال علشان يكمل تدريبه هناك. وبعد ما خلصوا تدريبه بلغوه ان مهمته هتكون عبارة عن فراز. بمعنى ايه بقى فراز؟ هقول لك انا بقى يعني ايه. مخابرات البعدة ادت لطارق عبد الرازق فلوس كتير قوي، حوالي $5000، وسلموه كمان لابتوب مجهز ببرنامج مشفر بحيث يتواصل بشكل سري من خلاله مع الموساد مباشرة، ويقدر كمان يخفي عليه المعلومات والبيانات، ومصمم انه لو اتكشف تحت اي ظروف بيتدمر ذاتيا. وكمان استلم شنطة لابتوب فيها جيوب سرية علشان يخفي اي مستندات وسيديهات وفلوس كمان، ونوت بوك معالج كيميائية، غير انهم سلموه موبايل عليه خط الشركة في هونج كونج. المهم يا سيدي، كل الاستعدادات دي علشان يعمل شركة وهمية للاستيراد والتصدير مقرها الصين، وبتشتغل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات السورية. وأنشأ بريد إلكتروني باسم وهمي وهو خالد الشريف كرئيس يعني إيه للشركة دي. وكان مطلوب من طارق بقى عبد الرازق إيه؟ إنه يتعرف على أشخاص بيشتغلوا في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات، وخاصة في سوريا، ويشوف اللي ينفع منهم يكون جاسوس أو عنده استعداد إن يتعاون مع مخابرات البعدة. وده المقصود بكلمة فراز. غير كمان إن إيدي موشيه كلفه يعمل إعلانات على مواقع الإنترنت لشركة اسمها HR، ويعلن فيها عن وظائف بمرتبات مجزية جدا لجميع التخصصات، وخصوصا بقى ايه؟ المهندسين اللي بيشتغلوا في شركات الاتصالات في مصر ولبنان وسوريا. وكان الهدف برضو انه يجمع السير الذاتية للشباب اللي بيدوروا على شغل، وبعد كده يشوفوا بقى هم مين فيهم يصلح انه يتعاون معاهم كجاسوس ومين لا. المهم طارق عبد الرازق كان بيجمع اكبر قدر من المعلومات عن الشباب اللي عايز يشتغل، ومؤهلاتهم الدراسية وحالتهم المادية وظروفهم الاقتصادية، ويبعت كل التقارير اللي جمعها لإيدي موشيه. ومش كده وبس، اتطلب منه انه يروح على سوريا كمان ويقابل الشباب اللي عايز يتوظف او يشتغلوا معاه من خلال شركة الاستيراد والتصدير، وطبعا علشان يشوف اللي يصلح منهم يكون جاسوس. غير انه برضو يراقب بقى ايه الوضع الامني في الشارع السوري، وعمل المطلوب منه وبعت التقارير على إيدي موشيه في الموساد. المهم يا سيدي، إيدي موشيه الضابط بالموساد عرف طارق عبد الرازق على ضابط تاني اسمه أبو فادي. أبو فادي بقى ده كان مسؤول عن جواسيس الموساد بس في سوريا، وكلف طارق عبد الرازق بمهمة خطيرة جدا، إنه يسافر تاني على سوريا على أساس إنه تاجر زيتون، وهيقابل شخص مسؤول مهم جدا وشغال مع الموساد. وأول ما يقابله هيسلمه موبايل خاص جدا عليه شريحة معينة ما بتستقبلش ولا بتتصل إلا برقم واحد بس، وهو رقم أبو فادي. الشخص المسؤول المهم جدا في سوريا هو الجاسوس السوري صالح النجم، اللي كانت رتبته عقيد داخل جهاز الاستخبارات العسكرية السورية، ومن أهم المسؤولين عن المفاعل النووي اللي كانت سوريا بتعمله في الوقت ده، وطبعا كانت بتعمله في سرية تامة بالتعاون مع كوريا الشمالية. والجاسوس بقى صالح النجم هو اللي سرب المعلومات عن المفاعل النووي ده اللي كان اسمه مفاعل دير الزور، وكان سبب ان اسرائيل تضرب المفاعل ده سنة 2007. وطبعا صالح النجم اخذ مكافأة كبيرة جدا من الموساد، حوالي $1.5 مليون. وهنرجع بقى للجاسوس السوري ده بس بعدين. المهم نيجي بقى لأهم جزء، وهو ازاي تم كشف طارق عبد الرازق. الصراحة المخابرات المصرية كانت راصدة طارق من اول ما راح على السفارة الإسرائيلية في الهند، يعني ده اللي كان في الاول خالص، وكانت كل تحركاته متراقبة ومرصودة، ولكن ما اتقبضش عليه وقتها. ولكن اتقبض عليه لما حصلت حاجة غريبة جدا. في 18 أغسطس سنة 2009 راح طارق عبد الرازق للسفارة المصرية في بكين بنفسه، وطلب يقابل مسؤول أمني هناك. ولما قابله قال له إن من حوالي يعني شهر كده اتواصل معاه واحد وقال له إنه ضابط في الموساد الإسرائيلي، وطلب مني إني أتعاون معاهم مقابل مبلغ مالي كبير، بس أنا رفضت وجيت علشان أبلغ المسؤولين.
وقتها المسؤول الأمني قعد يتكلم معاه ويسأله كتير، وطلب منه ما يتكلمش مع حد غريب، وهيرجع يتواصل معاه تاني كمان يومين. وأول ما خرج طارق عبد الرازق من السفارة المصرية، طبعا تفاصيل المقابلة دي كلها وصلت للمخابرات المصرية في القاهرة، وطبعا استغربوا جدا من اللي عمله طارق عبد الرازق. ازاي بيقول انه تواصل معاه من شهر بس وهو بيتعاون مع الموساد من سنتين تقريبا، وكل تحركاته مرصودة من المخابرات ومتصورة صوت وصورة؟ ايه السبب وليه اتصرف كده؟ ما كانوش عارفين ابدا. المهم طلبوا من المسؤول في السفارة ان يتواصل معاه تاني، ويطلب من طارق ان يسافر على مصر علشان يقدروا يتكلموا معاه بشكل افضل، وكل تكاليف السفر طبعا هتكون على المخابرات المصرية. الغريبة ان طارق عبد الرازق رفض وتحجج ان عنده شغل ومش فاضي. وفي يونيو 2010 سافر طارق عبد الرازق على مصر من نفسه، وكان فاكر بقى ان خلاص كده محدش واخد باله منه. ولما وصل لمطار القاهرة اتقبض عليه وتم التحقيق معاه في جهاز المخابرات العامة المصرية. ومن ضمن المعلومات المهمة اللي المخابرات المصرية عرفتها منه هي ازاي الموساد بيشتغل في دول شرق آسيا، والأساليب الجديدة اللي بيتبعها الموساد الإسرائيلي في تجنيد الشباب العرب. ده غير أهم معلومة، وهي مين هو الجاسوس السوري اللي اتجند من الموساد وسرب معلومة المفاعل النووي اللي طبعا اتضرب في 2007 من الطيران الجوي الإسرائيلي، وهو العقيد صالح النجم، الضابط في جهاز الاستخبارات العسكرية السورية، واللي طبعا كشفوا طارق عبد الرازق في التحقيق مع المخابرات المصرية. ولما سألوه عرفت ازاي المعلومة الخطيرة دي، قال لهم ان عرفها من صالح النجم نفسه لما قابله كذا مرة، وفي مرة منهم وهم كده في قعدة أنس وبيشربوا مع بعض بقى قال له عن تجنيد الموساد ليه. وده حصل لما كان في فرنسا سنة 1994 وتم تجنيده هناك بسبب نقطة ضعفه وهي الفلوس والستات. المهم أول ما عرفت المخابرات المصرية المعلومة الكنز دي، سافر ضابط كبير من المخابرات المصرية على سوريا وقابل رئيس جهاز المخابرات العامة السورية وقال له على المعلومة وتقرير التحقيق مع الجاسوس طارق عبد الرازق. وبالفعل تم القبض على صالح النجم والتحقيق معاه، وتم إعدامه في ديسمبر سنة 2010. أما بقى بالنسبة لطارق عبد الرازق، فمع التحقيق معاه وسؤاله عن طبعا حركته الغريبة بأنه يروح على السفارة المصرية في بكين ويبلغ أنه رفض تجنيده من الموساد، فكان الهدف من ده أنه كان عايز يسافر القاهرة في الوقت ده. فقرر بقى ايه، يجس النبض كده، هل المخابرات المصرية تعرف اي حاجة عن تحركاته وشغله مع الموساد ولا لا؟ لان لو المخابرات المصرية تعرف اي حاجة عن نشاطه كان اكيد هيقبضوا عليه جوه السفارة. ولما اطمن ان مصر ما تعرفش حاجة خالص، هو سافر بنفسه على القاهرة في 2010. لكن ما كانش ذكي كفاية، لان المخابرات المصرية كانت فعلا راصدة تحركاته من الاول، وتم القبض عليه في المطار بكل الأجهزة اللي معاه، سواء الموبايل أو اللابتوب أو الشنطة اللي طبعا فيها جيوب سرية، واللي فيها كمان سيديهات وتقارير ومعلومات كتير جدا. واتحكم على طارق عبد الرازق بالمؤبد، وما كانش على فكرة هيتحكم عليه بأكتر من كده، لأن مصر في وقتها كانت طبعا في وقت سلم مش حرب. واتحكم بالحكم الغيابي على كمان 2 من ضباط الموساد، وهم جوزيف ديمور وإيدي موشيه. وخلصت حكاية جاسوس الفخ الهندي طارق عبد الرازق. إن شاء الله نتقابل قريب في حكاية تانية بإذن الله.